بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: خداع صلاح الدين للصليبيين. الواقع أن صلاح الدين كان داهية، وطبعا ليس بمفرده، من خلال المستشارين الذين معه ومعرفته بأوضاع الصليبيين. خدع الصليبيين، كيف هذا؟ أولا، عقد هدى معهم وهو يعلم يقينا أن هذه الهدى ستخرق. طب لماذا يقينا؟ من خلال تاريخ علاقات المسلمين بالصليبيين، لا يحترم الهدى الخاصة به، حتى إن مؤرخهم الكبير ويليام ستايرانوس في هيستوريا ريروم عاب عليهم أحيانا خرق الهدى، وقال إن صورتنا كمملكة صليبية أمام العالم تهتز، خاصة من درس قانون في غرب أوروبا. ويلاحظ إنه موضوع القافلة التي استولى عليها إرناط، أنا في تقديري المتواضع إن الصليبيين ما كانوا يتوقعوا رد فعل صلاح الدين بحرب التحرير الشاملة، لأن قبل هذا كان يتم استيلاء على قافلة فهو يرد باستيلاء على قافلة بمنطق واحدة بواحدة، ولكن هنا الوضع اختلف. طب هو لماذا يعقد هدى معهم؟ حتى يخدرهم بالسلام، وحتى يعطي لنفسه مبرر الحرب الشاملة عندما يكون مستعدا تماما. وواضح أنه تمكن من تكوين جيش أكبر قوة ضاربة في الشرق، حتى أن ويليام السوري نفسه يقول أنه سأل المعمرين، قالوا أول مرة نرى للمسلمين جيشا بهذا الشكل. وطبعا الجغرافيا تقدم لنا إجابات كثيرة من خلال سهول الوديان الفيضية، نهر النيل والعاصي ودجلة والفرات. ففعلا هو خدعه. وقبل حطين مباشرة حدثت معركة عين الجوز، التي من خلالها اتفق مع ريموند الثالث أن قواته الأيوبية ستدخل مناطق الصليبيين لمدة 12 ساعة من الصباح حتى الغروب. وهذه معركة مهمة أكدت أن الجيش الأيوبي كان جيشا مدربا على أرقى مستوى، وفيها كانت مذبحة مروعة للتمبلرز أو تمبليير الداوية. وخدعهم عندما هاجم طبريا وتم استدراجهم إلى هذه المنطقة، إلى منطقة حطين الغرب من طبريا. ومعنى هذا طبعا وجود توفيق إلهي في أن الصليبيين يتركوا معسكرهم الملائم في عين صفورية واتجهوا إلى صلاح الدين عند حطين. وخدع الصليبيين أيضا في موضوع صلح الرملة، الذي للأسف الشديد يسيء البعض فهمه، من خلال إطالة مدى المفاوضات. وموضوع مشروع زواج العادل من جوانا أخت ريتشارد، هذا موضوع ليس موضوعا أصلا، إن الهدف منه إطالة المفاوضات. وامتاز بنفس طويل. وأيضا الصليبيين وقعوا في خطأ أنهم لم يفهموا قدرة هذا النسر الجريح على الاستمرارية وعدم الاستسلام، وهذه نقطة خطيرة للغاية. الرجل المهزوم في عكا بعد عامين كاملين 1189 والمهزوم في أرسوف والذي اضطر إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة وإحراق عسقلان لا يقدم أي تنازلات للصليبيين. طبعا الرد سهل، أعطاه منصور إليه بالراحة، نتأمل الأمور. سور لم يتمكن من الاستيلاء عليه بسبب حصانة موقفها، وعكا أخذوها بعد سنتين من الحصار الأطول معارك عصر الحروب الصليبية، ويافا منها القدس. فهذه المنطقة على أرض الواقع منطقة صغيرة جغرافيا، والمناطق الداخلية معه، والقدس لم يفرط فيها. إذن فهو داهية ولديه معلومات كاملة عن الصليبيين، ولم يتقدم لحطين إلا بعد أن ضمن أن حلب معه في الشمال 1183 والموصل تحميه، فمعه القاهرة دمشق حلب الموصل، فمؤمن نفسه تماما، ومعه سلاح معلومات كامل
ويعرف دقائق الصليبيين، وأسامة المنقذ الذي خبر أوضاعهم من الذين أمدوه بالمعلومات، وكان صلاح الدين يثق فيه جدا. وبالإضافة إلى حرب الاستنزاف الأيوبية، ودي هذه نقطة مهمة للغاية، إن الجيش الأيوبي داخل مناطق الصليبيين باستمرار لكي يدرس المنطقة وينفذها عمليا. فحرب الاستنزاف الأيوبية تشبه تماما حرب الاستنزاف التي قامت بها مصر من 67 إلى 70، وكانت المدرسة الكبرى التي كانت مقدمة ل 73. ففعلا صلاح الدين الأيوبي رجل داهية، وتمكن من خديعة الصليبيين. ومرة أخرى لم يتوقع الصليبيون رد فعله القوي العنيف الحاسم على موضوع استيلاء على قافلة من جانب أرناط، وكانوا متصورين أن الأمر بسيط، بدليل أن أرناط نفسه رفض إعادة القافلة. طبعا في وقت كان المملكة ضعيفة في مواجهة، في المقابل كانت قوية أيام عموري آخر ملوك الصليبيين الأقوياء. ففعلا من يدرس هذه المرحلة، وقد طلبت من قبل أن هناك من يقوم ويكون لديه خلفية عسكرية يقوم بدراسة المرحلة من 4 يوليو 1187 إلى 2 أكتوبر 1187، كيف أدار المعركة، وأخطر ما في حطين ليس حطين نفسها، ما بعد حطين، لأن كان في صراع مرير ومحموم مع الوقت كي يفرض واقعا جديدا بسرعة قبل أن يأتي الصليبيون. هو يدرك تماما الصليبيون سيأتوا، وقد عاصر أحداث الحملة الصليبية الثانية. هو ولد 1138 وكان صبيا صغيرا، فيريد أن يفرض واقعا جديدا بالاستيلاء على الساحل الشامي، إسقاط أكبر عدد ممكن من القلاع، دخول بيت المقدس. فيريد أن يغير الجغرافيا السياسية على الأرض، ونجح جيشه بكفاءة تامة. هذه نقطة مهمة للغاية. فأنا أترحم على هذا الرجل الذي إذا أراد أي سياسي في العالم دون أن نتعصب لفارس الإسلام أن يفهم السياسة بصحيح، يدرس ما فعله هذا الرجل الداهية الماكر المخادع الذي تمكن من خداع الصليبيين وتوجيه ضربة قاسمة لهم في حطين. طبعا الرد أنهم استمروا بعد هذا، بس ما قبل حطين شيء وما بعد حطين شيء آخر. لم نعد نسمع عن مملكة، إنما نسمع عن مملكة عكا، البقية من الوجود الصليبي. وبالتالي 1187 turning point in history of the Crusaders in the East، نقطة تحول فارقة في تاريخ الصليبيين في الشرق. شكرا جزيلا.